في خريف عام 1888 عاشت لندن واحدة من أبشع الجرائم في تاريخها. ظهور قاتل متسلسل غامض ذبح ضحاياه بوحشية وسخر من الشرطة بخطابات مليئة بالدم، واسمه بقى أسطورة. سفاح لندن الذي لا يقر، جاك السفاح. هل كان طبيب مختل أم جزارا محترفا أم شبحا بيختفي بعد كل جريمة؟ شاهد القصة الكاملة لأشهر سفاح في التاريخ، اللغز الذي حير العالم لأكثر من 130 سنة ولم يكشف سره حتى اليوم. بيقولوا إن في مجرم لما بيسيب أثر بيتمسك، لكن في مجرم تاني بيتحول لأسطورة لأن محدش يقدر يوصله. وده بالظبط اللي حصل في إنجلترا سنة 1888 لما ظهر واحد بقى معروف لحد النهاردة باسم جاك السفاح. البداية كانت في أحياء لندن المظلمة. في أواخر القرن ال19 كانت لندن مدينة مزدحمة جداً، لكن في منطقة معينة اسمها وايت شابل كانت الحياة هناك جحيم. شوارع ضلمة وبيوت متهالكة وناس فقيرة وزنا منتشر. المنطقة كانت بيئة مثالية لأي جريمة ومكان مثالي يختفي فيه أي قاتل. الجريمة الأولى حصلت في شهر أغسطس 1888. تم العثور على جثة ست اسمها ماري آن نيكولز. الجثة كانت مشوهة بطريقة بشعة، رقبتها متقطعة وبطنها متشال منها أحشاء. الشرطة استنتجت إن القاتل عنده خبرة جراحية كأنه دكتور أو جزار. الناس اتخضت، بس دي ما كانتش النهاية. بعد أقل من شهر اتكررت الجريمة، واحدة ورا التانية، نفس الطريقة ونفس الأسلوب. الضحايا كانوا ستات بيمتهنوا الدعارة، وما بين سبتمبر ونوفمبر حصلت 5 جرائم قتل بنفس البشاعة. اللي زاد الرعب أكتر إن القاتل بدأ يبعت خطابات للشرطة علشان يوقعهم في دوامة، خطابات مليانة سخرية وأحيانا دم الضحايا. وواحد من الخطابات دي كاتب عليه جاك السفاح. الغريب إن كل مرة الشرطة كانت بتقرب من مكان الجريمة لكن ما كانتش بتلاقي أي أثر للقاتل، ولا حتى في شهود على الجريمة، ومفيش بصمات، ومفيش حتى أصوات كانت بتتسمع للضحايا وقت وقوع الجريمة. كأن القاتل كان بيختفي في الهوا بعد كل جريمة. الناس في المنطقة بدأوا يصدقوا إنه مش بني آدم، وإنه شبح بيظهر بس عشان يقتل ويختفي. في الوقت ده الشرطة حققت مع مئات الأشخاص، دكاترة وجزارين ومهاجرين، لكن ولا واحد اتثبتت عليه التهمة. والأغرب إن الجرائم فجأة وقفت زي ما بدأت. جاك السفاح اختفى من غير ما يسيب أي أثر. الناس افتكروا إن الكابوس خلص، بس الحقيقة إن الخوف لسه عايش جواهم. أي واحدة كانت بتمشي في الشارع بالليل كانت بتبص وراها كذا مرة وهي ماشية من كتر الرعب، وكانت تترعب حتى من ضلها. بعد سنين بدأت تطلع شائعات جديدة، بيقولوا إن في خطابات غامضة
كانت بتوصل للشرطة وقت الجرائم، خطابات كلها سخرية وكلام مش مفهوم، وفي الآخر ممضية بجملة من صديقك المخلص جاك. الخطابات دي اتقال إنها بخط إيد السفاح نفسه، بس ولا مرة كان في دليل قاطع على الكلام ده. والأغرب إن في كل مرة الشرطة كانت تفتكر إنها خلاص قربت تمسكه، لكن كانت بتلاقي كل الخيوط بتتبخر زي الدخان. بس اللي كان أكيد إن حكايته فضلت واحدة من أغرب الجرائم في التاريخ، قاتل من غير وش ووش من غير ملامح. ولحد النهاردة مفيش حد يقدر يقول هو جاك السفاح مات ولا لسه عايش وسطنا مستني ضحيته الجاية. بعد أكتر من 130 سنة مفيش أي حد يعرف مين هو جاك السفاح. بعض النظريات قالت إنه كان طبيب نفسي مختل، وفي ناس بتقول جاك كان مجرد بني آدم ذكي وعارف يخفي نفسه، وناس تانية مقتنعة إنه مش طبيعي، شبح أو شيطان نزل يعاقب الناس وبعدين اختفى. لكن اللي أكيد إن اسمه بقى رمز للرعب في العالم كله، وايت شابل فضلت مرتبطة باسمه للأبد. جاك السفاح اختفى من الشوارع، بس يمكن يكون قاعد جنبك دلوقتي وانت بتسمع القصة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. تصبحوا على خير ونشوفكم في الحلقة اللي جاية.